السلام الاخوان، كي دايرين؟ صافا لاباس عليكم؟ كنظن بزاف ديال الناس كانوا كيتسناو هذا الفيديو، وحتى انا من شحال هادي وانا باغي نديرها. وجات الفرصه اليوم فين غنشوفوا كيفاش تريسي الجانطه وشنو الدور ديال كل كومبوزون فيها وكيفاش تردها من هكا لهكا. دونك ليتس جو. اول حاجه خص تعرفوها الاخوان هي الجانطه كتكون من واحد العدد ديال السلوكه اللي النص كيكون على اليمين والنص على اليسار، كيشدوا في الموايو والجانطه. وهاد السلوك يمكن ليك تزيرهم وترخفهم باش تتحكم في لاطونسيون ديال الجانطه، فهادشي اللي كيخليها تبقى مقاده وما تلعبش. فباش تريسي الجانطه الطريقه الاولى اللي غنسميو النيفو واحد هي كوليا وسيرود ديال السلوك. الطريقه الثانيه هي هاد الوتي ديال علي اكسبريس اللي غنسميوه النيفو جوج. الطريقه الثالثه الا بغيتي فريمون تولي بروفيسيونيل اللي هي النيفو 3. فالطريقه رقم واحد اللي كتستعمل فيها كوليا وسيرود ديال السلوكه باش مزيانه اقتصاديه بزاف وتقدر ديرها في اي بلاصه بلا ما تحتاج تحيد الرويضه ولا شي كومبوزون واحد اخر، ويمكن لك تحرك الكوليا كما بغيتي، ولكن كتبقى معنكشه شويه من ناحيه الكونفور. داكشي علاش غنعطيو النقطه ديال 6/10. وبالنسبه لهاد لوتي ديال علي اكسبريس كدير شي 90 درهم، الصراحه قاضي غراض وبزاف كاع. هذا باش مزيان يمكن لك تقادو على حسب العبار اللي بغيتي، وكتقدر تانستاليه وتحيدو بسهوله. وفيه دوك لي زانديكاتور اللي كيخدموا للرويضه ديال القدام وحتى ديال اللور. دونك غنعطيو النقطه ديال 8/10. بالنسبه للنيفو الثالث اللي خاص نحيدو الرويضه من الفيلو ونحيدو لها الشومبرير والبنو باش نقدروا نخدموا عليها في التروينغ ستاند. كيمكن لك تطلع وتهبط البغا اللي فيه لي زانديكاتور باش التروينغ ستاند كيتادابطا لكاع لي ديامتر دو رو، كسوا 26 بوس 27.5 ولا 29، وحتى الرويد اللي صغار بزاف. وعلى حسب الطول ديال لاكس كتقاد تروينغ ستاند باش تحط فيه الرويضه وتفيكس مزيان. كل نوع ديال السلوكه خص ما يفوتش واحد لاطونسيون بريسيز في التزيار اللي كيكون حاط الكونستركتور في السيت ديالو. وباش تعرف العرض ديال السلوكه ديالك تقدر تستعمل هاد لوتي ولا تستعمل بيا كوليس. فباش تكون الجانطه مقاده خاص تكون كتحترم 3 ديال الحوايج. اول حاجه هي ما تكونش كتميل اليمين ولا اليسار. ثاني حاجه ما يكونش فيها الصو، زعما ما تكونش كتطلع ولا كتهبط. وثالث حاجه هي خاص تكون الجانطه مصونيه الوسط بالنسبه للموايو. وباش تزير ولا ترخف السلوكه غيخصك لابد هاد لا كليغيون اللي فيها بزاف ديال لي طاي على حسب العرض ديال داك الفيس اللي في السلك. فالحاجه اللي خص تعرفوها الاخوان هي السيراج والديسيراج كيكون كونتر سونس، يعني باش ترخف السلك خص تدور اتجاه عقارب الساعه بحال اللي غتزيرو. باش تزير السلك خاصك تدور السيرو تعكس عقارب الساعه، يعني بحال اللي غترخفو ولكن راه هو كيتزير. من بعد ما حطينا الرويضه ديالنا على التروينغ ستاند كتبقى تقرب في دوك لي زانديكاتور حتى كتسمع شي واحد فيهم كيقيس شويه الجانطه. في هاد الحاله كيف ما كتشوفوا الجانطه كتميل على اليمين، دونك غنبعدو الانديكاتور اللي في اليسار باش نركزو غير على الجهه ديال اليمين حتى نقادوها مزيان ونقدروا ديك الساعه نرجعوا للجهه ديال اليسار. فباش نشرح لكم هاد البروسيسوس ديال الدريساج بطريقه جد مبسطه غناخذ واحد المثال زوين. فالجانطه الاخوان تخيلوها دايره بحال واحد الجوج ديال الناس كيجروا في واحد القنبه، واحد كيجر من اليمين وواحد من اليسار. دونك الا السيد اللي على اليمين جر ديك القنبه بالجهد غيطرى لداك من اليسار غيزيد عنده اليمين. فإلا شدينا هاد المثال وطبقناه على هاد الجانطه اللي كتقيس على اليمين هادشي اش كيعني؟ فوالا
ان السلوكه ديال اليمين مزيرين اكثر من ديال اليسار، داكشي علاش الجانطه كتميل لليمين. دونك حنا خصنا نزيرو شويه السلوكه اللي على اليسار باش نجيبو الجانطه الوسط. كتشوف داك الانديكاتور فين كيقيس الجانطه بزاف، فإلا كان كيقيس فواحد المساحه صغيره تقدر تزير غير سلك واحد على اليسار، وإلا كانت المساحه كبيره ديك الساعه يمكن لك تزير جوج سلوكه ولا اكثر ديال الجهه الاخرى اللي هي اليسار في هاد الحاله. فملي الانديكاتور ما كيبقاش يقيس الجانطه خاص تزيد تقرب شويه باش تزيد تريغلي الجانطه مزيان. ودائما الاخوان زيرو السلك غير نص ولا ربع دور حتى تشوفوا واش كيقيس ولا لا، باش تعرف واش تزيد زيرو ولا تحبس، حيت الا زيرتي اكثر من القياس يقدر في بلاصه ما يجيب الجانطه الوسط تولي تميل لليسار. فملي ساليت من الجهه الاولى اللي كانت كتقيس لقيت ان جهه واحده اخرى كتقيس. دونك شنو غندير؟ اول حاجه غنلوكاليزي الصوت، نعرف البلاصه بالضبط فين كتقيس ونشوف واش في مساحه كبيره ولا صغيره. هنا غنخدم بالطونسيومتر بالنسبه للناس اللي ما عارفينش لاش كيصلاح وكيفاش كيخدم، فبطريقه بسيطه كيعاونك تعرف واش السلك مزير مزيان ولا لا. والا ما كانش عندك الطونسيومتر تقدر غير تورك شويه على السلوكه، الا كان شي واحد مرخي راه غيبان لك. ملي جربت في السلوكه ديال اليمين خرج لي واحد لا طونسيون ديال 25 ونص اللي مزيانه، ولكن ملي جربته في السلك ديال اليسار خرج لي واحد لا طونسيون ديال 17 اللي ناقصه بزاف بالنسبه للسلوكه الاخرين. دونك عرفت انه هو اللي خصني ندير. فكيف ما كتشوفوا الجانطه ما بقاتش كتميل اليمين بحال في الاول، مي باقي خاص واحد شويه ديال الريكلاج عاوتاني باش تولي ناضيه. فغنزيدو عاوتاني نقربو دوك لي زانديكاتور باش نعرفو الجانطه فين كتقيس بالضبط، ونخليكم مع الفيديو. راه نفس العمليه اللي درنا قبل غنبقاو نعاودوها. شوف فين كتقيس الجانطه، لوكاليزي الصوت وكادا. هنا الاخوان غتسمعوا واحد الصوت صغير بزاف، فماشي الجانطه اللي كتقيس الانديكاتور، ولكن داك ستيكر الزرق اللي مقطع شويه هو اللي كيقيس. كحضيو مع بحال هاد البلانات هادو. فوالا هذا هو الريزولطا فينال الاخوان. وإلا الجانطه كانت كتميل في حدود 0.5 ملم راه ماشي مشكل، ولكن الا كانت اكثر راه خاصها تزيد تقاد. المهم انا حاولت ندير كاع جهدي باش نشرح لكم هادشي مزيان، نتمنى نكون قدرت نوصل لكم المعلومه. وباقي غندير فيديو على كيفاش تقاد الصو ديال الجانطه باش ما تبقاش تطلع وتهبط، وفيديو اخر كيفاش تمونطي الجانطه من الزيرو ان شاء الله. واخر حاجه الاخوان بالنسبه للدريساج راه كيحتاج شويه ديال الصبر، خصوصا في الاول باش تعلموا مزيان. دونك حاول تمشي غير دقه دقه وان شاء الله راه يولي يجيك بحال شريب الماء.
وكان معكم ستيك بايك. السلام عليكم.